السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على اللاعب المغربي حكيم زياش، واللي كيبان انه الوجهه الجايه ديالو في الميركاتو الشتوي ممكن تكون الدوري الفرنسي. حسب تقارير اعلاميه تركيه ان فريق ليل الفرنسي بدا كيتفاوض مع وكيل اعمال حكيم زياش باش يجيبوه للدوري الفرنسي. زياش اللي عاش اوقات صعيبه مع غالاتا سراي كيبان انه باغي يبدل الاجواء، وخرجت عروض من الدوري الأمريكي، فهو من الممكن أنه كيفضل الدوري الفرنسي على الدوري الأمريكي، حيث مدرب ريل الأرجنتيني خورخي سامباولي باغي زياش في الفريق وكيضغط على الإدارة باش يسرعوا الصفقة. وفعلا التقارير الإعلامية كتقول أن المفاوضات وصلت لمرحلة متقدمة للتعاقد مع حكيم زياش. حكيم زياش اللي عنده 31 عام لعب غير 5 مباريات في الدوري التركي هذا الموسم، وقدم تمريرة حاسمة واحدة. بزاف ديال الوقت كان احتياطي مع غالاتا سراي، وحتى في المباريات بحال ديال مالمو في الدوري الأوروبي دخل بديل في الدقيقة 87. دابا السؤال اللي كيبقى، واش زياش غادي يختار رين ويرجع للمستوى ديالو، ولا غادي يمشي لوجهة أخرى؟ شاركونا الآراء ديالكم في التعليق، وما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو الفيديو باش نكبروا العائلة ان شاء الله. كانت معكم قناة يلا كورة، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.